توقعات المباريات نصف النهائي وكذلك المباراة النهائية وتحديد بطل كأس العالم. نبدأ بأول مباراة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الكرواتي. آخر مباراة جمعتهم بمونديال 2018 في دور المجموعات وفازوا فيها كرواتيا 3-0. هاي مباراة الأساطير ميسي ولوكا مودريتش، اللي راح يكون بيومه هو اللي راح يصعد فريقه للنهائي. أنا عن نفسي أتوقعها للأرجنتين. أما مباراة فرنسا والمغرب راح تكون صعبة جدا على الطرفين. المنتخب الفرنسي صاحب أقوى سكواد بالبطولة وأقوى أداء لحد هاي اللحظة، والمنتخب المغربي أيضا صاحب أقوى خط دفاع بهاي البطولة، متلقي هدف واحد فقط وهذا الهدف كان عكسي. ولا تنسون المنتخب المغربي ما متلقي ولا خسارة بالمونديال. آخر مباراة جمعتهم كانت في مباراة ودية بسنة 2007 وانتهت تعادل 2-2. بالنسبة للتوقع مالتي أشوف إنه المنتخب الفرنسي هو اللي راح يصعد للمباراة النهائية. أمنيتي أن أكون غلطان ويصعد المنتخب المغربي لنهائي كأس العالم، لكن أنا أتوقع حسب المنطقية وحسب إحساسي يقول فرنسا راح تصعد نهائي كأس العالم. الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، منو اللي راح يفوز؟ آخر مباراة جمعتهم بمونديال 2018 وكانت بدور ال16، انتهت 4-3 لمصلحة المنتخب الفرنسي. فمثل ما تعرفون ليونيل ميسي يطلب المنتخب الفرنسي ثار من 2018، وميسي ما راح يضيع على نفسه فرصة التتويج مثل ما ضيعها ب 2014. لذلك أنا أقول أن المنتخب الأرجنتيني هو اللي راح يكون بطل كأس العالم. مبروك لمشجعي المنتخب الأرجنتيني ومشجعي ليونيل ميسي بالخصوص. وهاد لك للمنتخب الفرنسي مشجعي، وعلى راسهم محمد عدنان. أنا أتوقع بذيك الليلة محمد عدنان راح ينام نومة الكلب الأسود في غسق الليل المظلم. وبالنهاية في حال عدم فوز الأرجنتين بكأس العالم أنا راح أتلقى عقوبة. شنو هاي العقوبة؟ اكتبوا لي انتم بالتعليقات العقوبة المناسبة إلي، ولكن على شرط انه تكتب ويا العقوبة الفريق اللي راح يفوز بكأس العالم. لا تنسون اللايك والشير، واللي ما متابعني خليه يتابعني، وتابعوني على حسابي على الانستغرام. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.